الشارجة عيسى خرج على الروندا ديالو، والبارح راه ما يمكنش، راه ماشي البارح اليوم قول راه ما يمكنش، راه المنتخب صراحه دار واحد البيرفورمانس خطير بزاف ضد هولندا. تخيل معايا حتى هولندا قدا وقامتها راجعه لك اللور وخايبه. تخيل معايا تزيد عليك كومان خرج لك اسيدي الميليو دخل لك الدفاع. علاش؟ حيت خايف انه ديك ردة الفعل ديال المنتخب المغربي، لانه عنده الاطراف سراع ما تعقلش وما تيرحمش. عيسى ديوب تبارك الله ما شاء الله، ولكن خصكم تشوفوا واحد اللقطه راه وقع فلتات لكم ديال عيسى ديوب فاش كان غادي يطلع للبيت. شوفوا معايا في هذا البيت هذا كيفاش انه فاش كان غادي ينديمار جهه الكاري، كيفاش هضر مع المرابط انه يبقى في بلاصتو باش يكالي في البلاصه ديالو، باش يكالي في الدفاع، باش الا كان شي كونتراتاك الله يستر. ومزيانه لينا حتى ان فان دايك ما تلحش على الكره. راه هانتوما كيف ما كتشوفوا في هذه اللقطه راه الكره راه قرايه، الكره شي حاجه اللي خاصك انك تكون الماط الوهبي دار واحد النفس زوينه، دار واحد الانرجي خطيره بزاف في المنتخب. البارح المنتخب بين على انه منتخب راه ما يمكنش، هارب بزاف من كاع النواحي. من الماتش ديال البرازيل الدقه اللي بدات صافي انا تفائلت في ديك اللحظه، ما نكذبش عليكم، تفائلت ان المنتخب غادي بواحد الطريقه اللي غيمشي في الكوب دي موند بواحد الطريقه اللي واعره بزاف. انا صراحه خايف من الماتش ديال كندا، انا ما تنبغيش نتفائل بزاف حيت تنخاف انني نتصدم. علاش؟ لانه كل ما تفائلنا وبقينا هكا كتولي كتحقر، ماشي التفاؤل زوين ولكن كنوليو كنردو حقره، كنمشيو به لواحد الطريقه ديال انه كتحكر ديك الفرقه. تبقى تقول واخا ربحنا دينا في كوب دي موند ديال 2022 ربحنا كندا، ولكن راه فاش ماركا المنتخب ماركا الثاني راه تزير، راه الماتش كامل تقريبا مشى وكندا مبريسيه بزاف وضغطه بواحد الطريقه اللي خايبه. ولكن دابا المنتخب بالوقفه ديالو بالتاكتيك ديالو غيمشي بعيد ان شاء الله تعالى، غيمشي شي حاجه اللي بعيده بزاف. هضرنا على الشارجان عيسى، سي الله يحفظك يا عيسى، الله يرحم لك الوالدين في هذا النهار هذا. وزيد عليها شنقول لكم، هذا خصني نسكت، هذا خصني نسكت. مزراوي سير الحاج مزراوي، سير الله يسهل عليك دنيا واخره، سير الحاج مزراوي الله يفرحك والله يسعدك دنيا واخره. راه كيفاش كيتماوت معك، كيفاش كيموت معك في التيران بحال هاد اللقطه اللي كتشوفوا، جابدها براسو خاشي راسو في الارض صاحبي. شوف كيفاش، عشان نقول لك ما شاء الله تبارك الله. السيد لعب، هو اصلا تيلعب لا ارير دروا بلاصه حكيمي، وهو حكيمي فاهمين، حكيمي اليمين ومزراوي اليسار. نهار اللي ما تيكونش حكيمي غادي يمشي اليسار، غادي يمشي اليمين. سي تحطو فين ما حطيتيه يلعب لك، تحطو فين ما حطيتيه يلعب لك. السيد صاحبي اللحظه اللي كان داخل فيها صلاح الدين، ديك اللقطه اللي دخل صافي هضر معاه رجع للوسط، الميليو ديفونسيف لعب بلاصه شادي رياض، حيت شادي رياض الله يحسن العوان تقصح. نتمنوا يا ربي انها ما تكونش تقصيحه اللي خايبه، ولكن تبارك الله الدراري لا شادي رياض لا عيسى ديوب لا اي واحد كان البارح في هذا الماتش او اليوم في هذا الماتش، شابو فرحتونا. سيروا الله يفرحكم، الله يسعدكم دنيا واخره. كومان بدل التشكيله بواحد الشكل راسا على عقب اللي بغينا نقولوا بالعربيه. بدل تشكيله ما التشكيله او التكتيك اللي كان كيلعب به مع تونس ولا مع اليابان او مع حتى السويد راه تبدل بواحد بشكل خرافي. علاش هنا علاش غادي نقولوا تبدل؟ راه هنا باش تعرف ان المنتخب عنده وزن، المغرب عنده وزن، انه باش يبدل لك منتخب بحال المنتخب ديال هولندا يبدل لك التشكيله والتكتيك ويلعب لك بواحد الطريقه اللي هي ما كانش كيلعب بها مع المنتخبات الاخرين. اعرف باللي راه انت العين عليك، العين عليك المنتخب، والله يحفظهم والله يحجبهم يا ربي. العين على المنتخب. علاش؟ لانه انت ملي كتجي كتبدل تشكيله كامله وتولي نتايا كتولي كتدافع وكتجر اللعابه ديال المنتخب لعندك باش انك ديهم للاشواط الاضافيه وباش انك توصل بهم للبينالتيات. اسمح لي، المغرب دخل ما نقولش دخل مدهشر في الميطه الاولى، ولكن دخل بواحد الطريقه ديال رد البال. حاجه طبيعيه المنتخب انه يدخل بها، لان سميتو هولندا راه شنو اللعب ديالها هو ان الاستحواذ راه ماشي هو تلعب لك اللوط كدور كره من اللور، لا، الاستحواذ عندها هو من نص التيران ديالك، وهي كتدور على الكره حتى كتلصق لك البيت، كتدور كره بزاف عاد كتوصل للشبكه. البارح انا باش عجبني باش عجبني الصباري كيف ما غتشوفوا هنا في شي بعض اللقطات نقدر نجيبهم لكم، كيفاش انه من البدايه ديال الماتش انه حاضي مع ديونغ. علاش ديونغ لان راه هو الساروت، باش نكونوا واقعيين، ديونغ راه هو الساروت،
راه تغفل عليه غيلوح لك شي باس. البارح السيباره اللي جيتو تلاحظوا مع البديه، انا مع بديت تنشوف في السيباره تلقاه لاصق لك في ديونغ، كره مشات للطرف الاخر وبقى ديونغ بعيد، صافي هذاك يولي عند اوناحي. وهكا كان كيتبادل الهووي، لان اوناحي والسيباري كانوا قرابين لبعضياتهم، كيتبادلوا بديونغ، لان ديونغ لو شد كره راه هو الساروت، الا شد كره ولا حلك صافي راه خاصك تزيد الفورس ديالك. ديونغ البارح كان مخنوق من الميليو، لان البارح كان الماتش ديال الميليو، قبل ما يتلعب الماتش كنا كنقولوا الماتش ديال الميليو ديال وسط الملعب، ولكن البارح راه المنتخب بين على انه خنق لك كل شيء، خربق لك الحساب ديال كومان بدل الحسابات ديالو، خارج مؤتمر صحفي. المنتخب حيت مزيان انك تحترم المنتخب، لانه ملي كتحترم شي منتخب كتولي انك تخدم عقلك. الا ما احترمتيش غتبقى تدخل بعشوائيه، غتبقى تحط اللعابه فين ما كان تقول لهم يلاه هجم سير طحن. علاش؟ لانك كتقول في المنتخب حتى غيعدي وزيد. فهمتوني؟ لان المغرب البارح عرف انه كيفاش يسير الماتش. وهبي تبارك الله عليه، الله يحفظه يا ربي. النقطه الزوينه اللي عجبني في وهبي هو انه فاش كانوا خاسرين هضر، قال ان الطاقم ديالو هو اللي قرا المنتخب الهولندي، وكيفاش انه ممكن انهم يبريسيهم، خصوصا فاش ماركين التعادل وفي الاشواط الاضافيه. حتى المساعد ديالو ديال التكتيك ما نسيت على سميتو، اللي كان في المدرجات في الماتش وكان كيشوف، هذا هو اللي كان في ستافنيت ديال الركراكي، وبقى تيشوف حاضي التحركات ديال اللعابه ديال هولندا، كيوصل الميساج للوهبي والتيم ديالو باش انهم يغيروا شي حاجه من التكتيك. تبارك الله على الدراري، عجبونا بزاف البارح اولا اليوم. دابا حيت شي تلعب مع الجوج، الواعره المنتخب مازال ما ماركا البيت الاول، مازال ما ماركا بالتعادل. وانت نشوف في الماتش ديال الجاي كنقول غنلعبوا مع كندا نهار فلاني مع 6 واه مزيانه. راه الدماغ اللاواعي ديالك كيقول لك ان المغرب دايز، راه كتشوف انت 1-0 لهولندا، كتقول الدماغ ديالك مع الدماغ اللاواعي ديالك كيقول لك راه دايز، حتى راه مازال ما تماركا التعادل. فينا هو التعادل؟ ولكن تبارك الله على الشارجان عيسى، الله يحفظه. اللقطه زوينه بزاف ديال الشارجان عيسى، هو فاش انه كما قلت لكم في الاول، فاش كان غادي داخل الكاري دي زويت، هضر مع المرابط خليك سمايه، يعني راه كره ملعوبه ما بين المزراوي والطالبين كتلعب، راه هي غادي كتكون الهجمه، دار بيدو بحال هكا خليك تما، مشى هو دخل الكاري زط طق فان دايك شكرا بزاف حيت ما تلاحيتش على الكره، حيت كون كان تلاح كان يحيدها براسو، ولكن ما تلاحش. وهذا الشيء اللي بغينا. المنتخب داز، كنتمنى ان شاء الله يزيد يكمل في الطريق ونوصلوا للفينال. كنتمنى الله عز وجل انه يوفق المنتخب المغربي ويفرح هذا الشعب المغربي الصراحه، اللي شعب كويري باش نكونوا واضحين، شعب كويري، واي واحد تيدير التحليل في القهوه راه كويري. اما داك كيقولوا كيدير التحليل ديال القهاوي، لا اللي كيدير التحليل ديال القهاوي راه هي الكره، لان الجمهور هو اللي تيشوف هو انت مثلا كتفرج في الماتش كتشوف مثلا عيسى ديوب ولا شادي شاد الكره، كتقول لا ما تعطيش لهذاك. علاش؟ حيت انت شايف التيران، هو ما شايفش واحد، ما يشوفش واحد اللعيبه دايزه، كاين واحد اللعيبه راه تالفه عليه، لا ما تعطيش مع تيعطي ولا شي حاجه تضيع، وكتقول كون عطيتي راه. علاش كنقول ان بعض المرات علاش كاينه واحد الكاميرا ديال الطاكسي، كان غنوري لكم الا كانت متوفره غنوريها لكم. كاميرا ديال كتكون الكاميرا دي ما كتكونش في البث المباشر، كتكون عند مثلا المدربين وعلى الناس اللي كيديروا التحليل، كتكون الفوق، او القنوات اللي كيديروا في الاخر التحليل كتكون فيكس الفوق، وكتبقى غادا بحال هكا، كتبقى غادا مع اللعابه. الا جيتي تشوف تفرج فيها غتلقاك بحال شي دومينو كيتلعب داكشي، كيبقى يديروا بحال هكا اللعبه جوج طق هكاك. هذه هي الكره، هذيك هي اللي باش اللي زعما اللي كتعاون المدربين وكتعاون حتى الستاف على انهم باش يحللوا المنتخب المنافس. ان شاء الله يا ربي مازال غاديين. كندا ماتش خاص الواحد على انه يرد البال. عندنا قصه معاهم في المونديال ديال 2022، ربحناهم 2-1، ماركا سميتو زياش ونصيري. كان ماتش زوين، ولكن الميطه الثانيه زيراتنا كندا، وخاص المغرب على انه يزير راسو حتى هو. المغرب حيت حنا تنشوفوا النسخه ديال الركراكي اللي كان كيلعب 4-1 كان كيلعب كيزير كيخنق التيران كامل. ولكن متفائلين بزاف الحمد لله، متفائلين بطريقه ايجابيه، ما نتفائلوش بالطريقه ديال الحقره، ما نتفائلوش اننا نحقروا الخصم
او نقللوا من الخصم، ولكن نتفائلوا انه التفاؤل ايجابي ان شاء الله. المنتخب بهذا السيستم بهذه الطريقه هذه غادي ندوزو ان شاء الله تعالى مازال، وغادي نرجعوا للثأر عفوا اسمحوا لي مصر نرجعوا للثأر لفرنسا. فرنسا ديال 2022 واخا انا كنتمنى انا ما دوش كونتر السويد، ولكن الا داز خاص بعض الناس كتبقى تقول حيت حنا مثلا كنشوف في كندا كنشوف في الماتش في 2022 دابا تنقول دابا راه كاين وهبي فهمتي، وهبي تيقرا علاش انا كنقول وهبي تيقرا الكره من كوب دي موند ديال الشيلي ما كنتش كنعرف عليه بزاف، وكان قضيه مدعدعه معاه مع المنتخب ديال ايفان ولا ايفان 3 كانت القضيه مدعدعه معاه شويه، خصوصا فاش مشات لهم كوب دافريك في مصر ضد كونتر جنوب افريقيا على ما اظن جنوب افريقيا خسروا بواحد. من تما كانت القضيه شويه مدعدعه، ولكن اللعابه ما كانوش ديك الساعه كانوا تزعزعوا شويه. ولكن ملي كنجي نشوفوا في الشيلي وهبي كان واعر. علاش كنعقل على واحد التصريح ديال الزباري كان الزبيري سمحوا لي الزباري كنعقل على التصريح ديال الزبيري كان هضر على انه قال حنا كنمشيو نعسو والصطاف خدام، حنا تنمشيو نعسو سهله الماتش صافي ربحنا فرحنا مشينا كنمشيو ندخلوا البيوت ديالنا الشومبرات ديالنا كنمشيو نعسو، ولكن الصطاف كيبقى خدام، المدرب والصطاف ديالو خدام ما كاينش ما كيوقفوش تيقراو. اش نقول في هذا الماتش مازال راه اللعابه فرحوا ساهله، وكنقول وهبي راه هو الصطاف ديالو راه ما نعسوش كيمشيو ديريكت كيبداو الخدمه الماتش الجاي كونتر كندا غيقراوه ان شاء الله وما يكون غير خير. نتمنى يا ربي على ان المغرب يزيد ويزيد ويزيد، وعلاش لا نرجعوا للثار الا تلاقينا مع فرنسا نرجعوا للثار، وما كنتمناش ان نطيحوا مع فرنسا ماشي خوفا وانما حس هذيك فرنسا ما نعرف والله ما عرفت ما عرفتش نشرح هذا الاحساس، ولكن فرنسا ما عرفتش كتجيني معنكشه. ما علينا. شكرا ومبروك للمغاربه الحمد لله، شكرا لكم على المشاهده. وما تنساوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. المحتوى ديالي قصص بالدارجه كنعاودوا ان شاء الله، مازال فيديوهات اخرين جايين ان شاء الله، ورياكشن مغربي محتوى اللي منوع اللي باش نكون خفيف ظريف عليكم ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في راسكم بزاف، دمتم في رعايه الله يا ربي. تهلاو.